جبت انت 2 مدربين اجانب خلاص مع النادي الاهلي لغايه دلوقتي. انا ريبيرو انا فشل مع النادي الاهلي. الراجل الموجود انا برضو مش مقتنع بيه فنيا 100%. امال امك انت. انا بقول لك فليه احنا انا مش عايز اقول لفظ لان انا مدرب فعيب ان انا اقولها، مش بنجيب مدرب اجنبي وخلاص. نجيب اجنبي لو صح زي مستر فيريرا مثلا، خلاص اوكي. لا والله ناس مدربين في الاهلي ميكالي مثلا مستر جوزيه في النادي الاهلي، في مدربين علمت في نادي الزمالك والنادي الاهلي. لكن انا حتى كخالد جلال انا اتمرنت مع مدربين اجانب عاديين خلاص. المدربين المصريين بخير، ولكن قول يا ستموني قول. عدم الدعم للمدرب المصري دي مشكلة كبيرة جدا. السوشيال ميديا بتشتغل في الموضوع ده واللجان والكلام ده كله على عدم تولي اي مدرب مصري، رغم ان في مدربين مصريين كويسين جدا. مش محتاجه حاجه يعني في نادي الزمالك والنادي الاهلي زي طارق مصطفى وبسيوني ومؤمن سليمان وناس كتيره جدا. في النادي الاهلي ما هو في علي ماهر وفي عماد النحاس وفي يعني مدربين تقدر تشيل منظومه الزمالك والاهلي. انا زعلان